عشان خاطر يا صلاح. الشغل مع بابا ده نعمة وجات لك لغاية عندك، هدية من عند ربنا ما ترفضهاش، بداية لشغل جديد يمكن ترضى فيه عن نفسك. طب قول، التوكيل اللي انت عملتهولي توكيل ايه يا صلاح؟ يا صلاح انت جوزي، قبل التوكيل جوزي وبعد التوكيل جوزي، بضعفك وقوتك انت جوزي، بعيوبك وحسناتك انت جوزي. هو انت فاكر ايه؟ انت فاكر ان انا عملت لك التوكيل ده عشان خايفة منك، عشان ضعيفة ومحتاجة لك؟ لا يا صلاح، انا عملت لك التوكيل عشان بحبك، عشان بثق فيك، عشان واثقة ومتأكدة انك مش ممكن تخوني. يا صلاح انا مراتك، عارف يعني ايه مراتك؟ يعني فرشتك وغطاك، عمري ما هأذيك. اوزنها كويس، انت صاحب القرار، يا اما نفضل مع بعض يا اما كل واحد مننا يروح لحاله. المشروع ده لازم يتلغي فورا. لغي بس ازاي يا نجوى؟ يتلغي وخلاص. انا مش ممكن اسمح لاي حد انه يسرقك. مين ده بس اللي هيسرقك؟ كلهم يا نادر. تقدر تقول لي ايه فايدة ان احنا نتعب ونشقى وبعد كده يروح كل تعبنا وشقانا ده لرمزي ولا صلاح ولا اخلاص ولا زينب؟ ما تقوليش هناخد نظير الادارة. كام يعني؟ 5%، 10%؟ لا، المشروع ده ضدي وضدك يا استاذ، وانا عارفة متأكدة ان اللي اسمه صلاح ده ورا المشروع ده كله. بس انا قلت لك ان بابا خد قرار نهائي في المشروع ده ولغى التوكيل. عارف يلعبها صلاح كويس قوي، عارف يقوم عمه عليك، بس مش هتكسب يا صلاح ومش هتطول مليم احمر. هتعملي ايه يا نجوى؟ هفكر زي سي صلاح ما بيفكر، واللي هغلبه وهلعب. نجوى انا مش عايز مشاكل مع بابا، انت عارفاه كويس، ممكن يعمل اللي ما يخطرش على بالنا. طبعا، ما هو مسلم ودانه للاتنين، صلاح من ناحيه والست زينب من ناحيه تانيه. كلام صلاح في ودانه ومسكنه الست زينب هم اللي خلوه يفكر في المشروع ده من اساسه. بس انا هعرف ازاي اوقفهم عند حدهم هم الاتنين، هعرف ازاي ارجعهم لمكانهم الطبيعي تحت الارض. انا مش فاهم انت منفعله قوي ليه كده؟ يعني الحق عليا يا نادر ان انا عايزه احافظ على حقوقك. انا ما قلتش حاجه، بس في موضوع كده بابا كلمني فيه اهم من الشركه. موضوع ايه ده؟ الخلفه. خلفه؟ ايوه، بابا عايزنا نروح لدكتور. احنا هنتكلم في الموضوع ده تاني يا نادر. بابا عنده حق يا نجوى، ما احنا لازم نحط وضع للمشكله دي مهما كانت الحقيقه. ايوه. اول مره تقولها بالطريقه دي. ظاهر ان كلام عمو اثر فيك جامد. يا نجوى احنا من حقنا يبقى عندنا اولاد، هما اللي هنسيب ده كله لمين؟ طب افرض طلعت ان انت السبب. خلاص هتقبل حكم ربنا. طب افرض ان انا السبب. بلاش نسبق الاحداث، احنا نروح للدكتور ونعمل التحليل. لا لازم. انا مش هروح للدكتور. خلاص انت حر، انا بقى هروح للدكتور. نادر ارجوك يا نجوى، ارجوكي بقى، انا لازم اعرف الحقيقه عشان اعرف اخطط لمستقبلي. انا هنام، تصبحي على خير. كل كلام إخلاص واضح يا صلاح. هي دلوقتي عرفت انت مين، نصاب لا ليك أصل ولا فصل، ورغم كل ده بتديك فرصة على طبق من ذهب، فرصة تبتدي حياتك من جديد وعلى نظافة. مش ده حلمك القديم يا صلاح؟ مش كان نفسك تنضف من الوحل اللي اتولدت فيه؟ الفرصة جات لك لحد عندك،
ثروة بالحلال وزوجة باقي عليك. وبعدين يا نجوى، غريب بيه مصمم يكشف سرك، ساعتها هخسر كل شيء. نادر بيتغير، الفلوس والمنصب والقعدة مع التجار خليته يحس بقيمة نفسه. واحتمال يطلقني أو يتجوز عليا. هي دي معركتك الأخيرة يا نجوى، يا إما تكسبيها وتكسبي للآخر، يا إما تخسريها وتخرجي ذليلة. دافع عن نفسك يا نجوى، دافع عن نفسك بكل شراسة، استخدمي كل الأسلحة اللي تحت إيدك. لازم تكسبي يا نجوى، لازم تكسبي، لازم. فكري في شماتة زينب فيكي، ولا إخلاص، ولا فرحة صلاح. فرحة صلاح وهو شايفك وانتي بتقعي. لا يا حضرات، لا أنا مش هقع، وهخلص من كل ده في ضربة واحدة، ضربة واحدة. مساء الخير يا جماعة. مساء النور. الله الله مالك يا نجوى؟ عارفة يا زينب، حاسة زي ما يكون دايخة شوية كده. لا بعد الشر عليك، اعمل لك شويه ميه بسكر. لا متشكرة قوي. أمال نادر فين يا صلاح؟ نادر مع عمي في المكتب بيشوف حسابات الشركة. لكن انت غريبة يعني، مش عوايدك. خير، في ايه؟ يعني مش سهران بره البيت زي كل يوم؟ لا، ما هو خلاص مش هيسهر بعد كده غير في البيت يا نجوى. والله انا احب الست قوي اللي تقدر تطور جوزها للاحسن. بجد يا اخلاص، برافو عليكي. متشكرة يا حبيبتي. طبعا اذنكم، انا داخله عند عمو غريب، بس عشان خاطري محدش منكم يطلع ينام غير لما ارجع. ليه يا نجوى؟ في مفاجاه، مفاجاه كبيره قوي. على مهلك. عن اذنكم يا جماعه. اتفضلي. مفاجأة كبيرة قوي. ده احنا ياما هنشوف مفاجآت. مساء الخير. مساء الخير يا نجوى. ايه يا نجوى، كنت فين لحد دلوقتي؟ انا متاسفه يا نادر، كان عندي مشوار مهم قوي. انت كل مشاويرك مهمة يا مرات ابني؟ لا يا عمو، المشاوير كلها كوم، ومشوار النهارده كوم تاني. مش حضرتك كنت عاوزنا نروح للدكاتره عشان موضوع الخلفه؟ تمام كده. خلاص بقى، انا ريحتكم المساله دي نهائي. ازاي يا نجوى؟ يعني انا رحت للدكتور ولسه جايه من عنده دلوقت، وعمل التحاليل؟ هو تحليل واحد بس. اصل انا بقالي كام يوم كده تعبانه وحاسه بحاجات غريبه خالص، قلت اروح للدكتور علشان اطمن. انت ايه؟ انت بتتكلمي بالالغاز كده ليه يا نجوى؟ استنى بقى من فضلك. انا فهمت نجوى. نجوى انت حامل. حامل يا بابا؟ يا ما انت كريم يا رب. وفي الشهر الثالث كمان. انت بتتكلمي بجد يا نجوى؟ هي الحكايه دي فيها هزار يا ابني؟ الف مبروك، الف مبروك. يا سلام يا سلام، هشيل ابنك على ايديها يا نادر. الف حمد وشكر ليك يا رب. نجوى، الدكتور متاكد؟ طبعا، وادي التقرير ونتيجه التحليل. بابا هو انا بحلم؟ كله بأمر الله يا ابني، ربنا استجاب لدعوتي. نجوى، انا هبقى اب بعد 6 شهور ان شاء الله. تصور يا عمي، حضرتك ونادر بس اللي عرفته، انا حتى ما لحقتش اكلم بابا. زمانه نايم، بكره الصبح ان شاء الله نبقى نفرحه. مبسوط يا نادر؟ مبسوط؟ انا هطير من الفرح. نجوى،
انت حققتي لي احلى حلم في حياتي. كل شيء بأوان يا ابني. هو احنا كده هنسيب الجماعه بره قاعدين مستنيين المفاجاه؟ محدش هيبلغهم الا انا. تعالوا يا ولاد، تعالوا اما استند عليكم. هاتي ايدك يا مرات ابني، ولا كده ابقى تقيل على عتريس. عتريس؟ عتريس مين يا بابا؟ عتريس ابنك عتريس. انت سميته عتريس؟ اوعى تصدق يا نادر، انا بقول كده بس عشان امنع القر. اتفضل يا عم. لا 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 لا، سيبوني انا كده رجعت 10 سنين لورا. يلا يا ولاد. بابا قال لك ما تمسكيش الصباع ده، صح؟ صح. انه صباع بقى بابا قال لك ما تمسكوهوش؟ ده. مسكتيه ليه؟ الف مبروك يا ولاد. يا سلام، الحمد لله الحمد لله. مبروك يا ولاد، نجوى حامل. الف مبروك يا نجوى. مبروك يا نوجة. مبروك يا حبيبتي، الف مبروك. متشكره قوي، الله يبارك فيكم. مبروك يا نجوى. مبروك يا نادر. الله يبارك فيك يا صلاح. مبروك يا ندورة. حد يتصل بالدكتور رمزي يا ولاد، عاوزين يفرح معانا. حاضر يا بابا. مبروك يا حبيبتي. عقبالك يا اخلاق في حياتك. اتفضلي قدامي يا مدام. على فين؟ على اوضتك فوق عشان ترتاحي كده، لا تخرجي ولا تنزلي خالص. صح صح يا نوجة، نادر معاه حق، لازم ترتاحي خالص، دي اول مرة. عندك حق يا زينب، انا فعلا محتاجه ارتاح. زينب، نعم. سندي نجوى لحد باب اوضتها. عينيا، تعالي يا لا 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 لا، محدش هيسندها غيري انا. اتفضلي اتفضلي قدامي يا حبيبه قلبي. ربنا يخليكم لبعض يا رب. الله. مبروك عليكي عتريسك الخير يا نادر، مش قادرة. يا نوجة. لا 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 لا، هتعملي ايه؟ هجيب لك التريننج لا، لا، بتاعك. انت ما تعيش نفسك خالص. انت اتفضلي هنا، اتفضلي يا استاذه على السرير يا ام عتريس. ايوه ايوه ايوه. مبروك يا نادر. الله يبارك فيك يا نوجة يا حبيبتي. اظن دلوقتي خلاص قلبك ارتاح. ياه، ده انا كنت تعبان تعب يا نوجة، دلوقتي الحمد لله هقدر انام. تقدر تنام وترتاح مش كده؟ اتفقنا، هنام وارتاح زي ما انت قلتي، بس الاول بقى احضر لك كده عشاء فاخر. ها ايه يعني، حته فرخه كده على. لا يا نادر، انا ماليش نفس. لا 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 لا، ما احبش اسمع الكلمه دي منك ابدا تاني. انت لازم تاكلي وتاكلي كويس قوي كمان، اذا ما كانش عشان خاطر انا يبقى عشان خاطر عتريس يا ام عتريس. 10 دقايق وتلاقي العشاء قدامك جاهز. ها بتقول ايه يا نادر؟ نجوى حامل يا عمي. امتى حصل الكلام ده؟ راحت للدكتور امبارح وقال لها انها حامل في الشهر الثالث كمان. انا عارف انها مفاجاه، بس مفاجاه مفرحه، قلت اجي افرحها. ايه اللي بتعمليه ده يا نجوى؟ بابا، عاوز تفهم ايه يا بابا؟ عايز افهم ايه حكايه الحمل دي. انت بتلعبي بالنار يا نجوى. بابا ارجوك، انا انت ايه؟ انت عارفه ومتاكده ان مش ممكن يحصل حمل ابدا. عايزني اسيب نادر يضيع من ايدي؟ انا مستعده اعمل اي حاجه، حتى لو غشيت يا نجوى؟ حتى لو غشيت، لو كذبت. انا مش ممكن اسمح لاي حد انه يعرف سري ابدا. يا بنتي فكري، انت لا بابا يمكن. ارجوك، ارجوك ما تفكرنيش.
حضرتك عارف ان نادر هو السبب في كل اللي حصل لي، ومع ذلك لو عارف الحقيقة دي مش بعيد يطلقني او يرميني او يتجوز عليا. يبقى نصيبك كده يا بنتي. من غير ما يدفع الثمن؟ من غير ما يدفع لي تعويض؟ حضرتك ما تعرفش انا بتعذب قد ايه. كل ما افكر اني مش هبقى، كل ما افكر اني مش هحضن ابني او بنتي في حضني، يبقى التعويض الوحيد ان الشركة دي كلها تبقى ملكي، ملكي لوحدي. ده حقي. يا كل الحقد ده بقى جواك يا نجوى. بابا من فضلك، دي حياتي وانا حرة فيها اتصرف فيها زي ما انا عاوزة. حاضر يا ست نجوى، بس المأساة اني مشترك معاك في الجريمة دي. انا مش بعمل جريمة، انا بدافع عن حقي. بالوهم؟ ايوه بالوهم. وهتعملي ايه بعد كده؟ هتعيشي بالوهم ده لحد امتى؟ بكره هتعرف كل حاجة. يا خسارة يا نجوى، يا ألف خسارة. ايه دول يا ابو صلاح؟ دول 6000 جنيه كل اللي حيلتي. ودول بتوع ايه ولا مؤاخذة؟ قرشين تبتدي بيهم حياتك بس بعيد عني. ولا مؤاخذة دول يعملوا حاجة دلوقتي؟ براحتك بقى، مطرح ما انت عايز تصرفهم اصرفهم، بس بقى حط في اعتبارك يا حبيبي ان دي تصفية حساب. يعني قلت انك انت تيجي هنا تاني وتمد ايدك انا هقطعها لك. مفهوم؟ مفهوم يا عم صلاح، مفهوم. حط بقى الفلوس في جيبك ووريني عرض كتافك، ومش عايز اشوف السحنة الجميلة دي هنا تاني. ماشي يا ابو صلاح ماشي. السحنة الجميلة دي رسمالي، وزي ما قالوا اللي قبلنا الجيات اكتر من رايحات. افوتك بعافية. العشاء بتاع البيت كبير يا ستان. يا ده انا كنت ناسي عمي خالص. من فضلك يا زينب. نعم. ممكن انا اللي عاشي عامه النهارده؟ طبعا يا حبيبتي، غالي والطلب رخيص. اتفضلي. انما ايه المناسبه يا نجم؟ مناسبة ايه؟ واحدة وفرحانة بحملها وعايزة تفرح انت مالك انت يا اخي؟ شفت بقى؟ اخلاص فهمتها لوحدها. هات الصينية. عنك ستان. لا 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 لا، انا عايزة اطلعها بنفسي. طب على مهلك وانت طالعة. اوكي يعني اذنك. على مالك حاسبي. ها مش عارفة اكمل البلوفر خالص. ليه؟ غرزة. مساء الخير يا عم. يا مساء الخير يا ام عتريس. العشاء بتاع حضرتك. وانت اللي جايبها بنفسك؟ اصل زينب تعبانه شويه، ربنا يكون في عونها. طول النهار بتشتغل في البيت. ولا ايه بقى؟ حضرتك مش عايز تاكل من ايدين ام عتريس؟ احنا في ديك الساعة لما ناكل من ايد ام عتريس. مش ملاحظة انك اتغيرت شوية؟ ازاي يا عم؟ يعني بتهيألي كده هديتي شوية، وزي ما تكوني كده بتحب كل الناس. انا عارفه، وده شيء طبيعي. انا كنت عايشه هموت من الخوف والقلق. كل اللي بفكر فيه نادر والطفل اللي هو مستنيه، وده اللي كان مخليني عصبيه. الحمد لله. انا عارفه طبعا ان انا تعبتكم معايا قوي، وجي اليوم اللي ارد فيه الجميل. ربنا يا بنتي يهدي سرك ولا يشمتش فيك حد. متشكره قوي. يا خبر،
انا كنت هنسى الدواء. مش في دواء قبل الاكل ودواء في نص الاكل؟ ولا يهمك. لا ولا يهمني ازاي؟ دي صحة حضرتك. اصل في الحقيقه زينب هي اللي عارفه كل الدواء، وهي اللي عارفه مواعيده. خلاص حضرتك بس اسمح لي دقيقة واحدة اروح اجيب زينب عشان هي تدي حضرتك الدواء وانا ااكلك بايدي. طيب يا بنتي، بس ما تغيبوش عليا عشان انا عاوز انام. حضرتك تأمرني يا عم. عن اذنك. اتفضلي. زينب. ايوه يا نجوى. من فضلك عمو بيقولك تعالي عشان انت اللي عارفه مواعيد الدواء. حاضر. رد عليا يا نجوى. يا زينب، يا زينب، في ايه يا ولاد؟ يا اخلاص، اخلاص، حد يرد عليا يا ولاد، حد يرد عليا يا ولاد. يا نجوى. سليمة سليمة ان شاء الله. الوقعة كانت جامدة قوي يا صلاح. سلامتك سلامتك حاسة بايه؟ ظهري بيوجعني قوي يا نادر. حرام عليك يا زينب، حرام عليك يا. طب قومي ارتاحي في اوضتك، يلا كده على اوضتك بتاعتك. لا مش قادرة، مش قادرة. سلامتك يا نجوى. ليه كده يا زينب؟ ليه؟ نجوى سلامتك يا اختي. اوعي. انا ما عملتش. انت ايه بس؟ مش هخلي عليك. طب قومي طلعوني اوضتي، طلعوني اوضتي. على مهلك. حرام عليك يا زينب. على مهلك يا نجوى، على مهلك. اسم الله عليك. سيبيني بعدي عني. على مهلك. لك انت يا نجوى. ابعد بقى. عايزة اشوفك، مش عايزة اشوفك. على مهلك. حرام عليكي، على مهلك. سلامتك. ألف سلامة ليكي. ألف سلامة. منك لله، منك لله. هدي اعصابك يا زينب، هدي اعصابك، باذن الله مفيش حاجة. صلاح صدقني انا ما عملتلهاش حاجه. طب معلش هدي اعصابك وتعالي نطمن عليها. سلامتك على مهلك. يا رب. هموت. بعد الشر عليك، بعد الشر عليك. هموت يا اخلاص. ما تقوليش كده يا نجوى، ما تقوليش كده. سليمة بإذن الله. يا ولاد، يا صلاح، حد يرد عليا يا ولاد، حد يرد عليا يا ولاد. في يا ماما؟ مفيش حاجه حبيبي، بس طنط نجوى تعبانه شويه. خش انت نام يا محمد. يا صلاح، يا ولاد، ده صوت جد يا ماما، يلا نروح نشوف عايز ايه. يا زينب، يا ولاد. ايوه يا عم. في ايه يا ولاد؟ مفيش حاجه يا عمي، مفيش حاجه. انا اصل سمعت حد بيصرخ، جيت اقوم ما قدرتش. هو حصل ايه؟ لا مفيش حاجة يا عمي. ما تقول يا صلاح في ايه؟ نجوى وقعت من على السلم.
وقعت من على السلم؟ جت سليمه الحمد لله يا عم، اطمن. وقعت من على السلم ازاي وهي فين دلوقتي؟ طلعوها اوضتها. طيب ودينا عندها. لا حضرتك خليك زي ما انت، ما تتعبش نفسك، هي بقت كويسه. بقول لك ودينا عندها وابعت هات الدكتور حالا. هو اكيد نادر طلب الدكتور بتاعها. الدكتور بتاعها مش بتاعها، لازم اشوف ايه الحكايه. حاضر ودينا عندها. حاضر بس هدي نفسك يا عم. اهدي نفسي ازاي بس يا ابني؟ واللي بطنها احنا ما صدقنا يا ابني، احنا ما صدقنا حبيبي. يا رب ارطب بينا يا رب، ارطب بينا يا رب، ارطب بينا. يلا يا ابني حبيبي، يلا يا سيدي، يلا. لا حول ولا قوه الا بالله. في يا ماما؟ مفيش حاجه. روح ماما، روح نام انت يا محمد، روح نام يا حبيبي. حاضر يا ماما، تصبح على خير. وانت من اهل الخير. ربنا يسامحك يا نجوى ويشفيكي. اموت ظهري. سلامتك يا حبيبتي، ان شاء الله. انا ده الشر عليك يا نادر. مالك يا نجوى؟ شفت يا عمو؟ شفت زينب عملت فيا ايه؟ وقعدني من السلم. بتقولي ايه؟ كانت عايزه تموتني يا عمو، عايزه تموتني. يا نجوى بلاش الكلام الوحش ده يا نجوى. انا اول ما قربت منها شدتني من دراعي، ما حسيتش بنفسي غير وانا عماله من على السلم. انا يا نجوى شدتك من دراعي؟ هي كده يا زينب؟ حرام عليكي، انا عملت لك ايه؟ حرام عليكي، حرام عليكي، حرام عليكي. انا كنت عارفه انك بتكرهيني من اول يوم دخلت في البيت ده، عارفه. مش كده يا نجوى، اهدي. ايوه بتكرهني، بتكرهني. النار قعدت في قلبها لما عرفت ان انا حامل. والله العظيم ما عني انا، والله العظيم. يا نجوى استهدي بالله يا بنتي، دي زينب. يعني انا يا عمو بتبلى عليها؟ طبعا انا ماليش قيمه في البيت ده. ابقى حامل ليه؟ اخلف ليه؟ الغيره عمت قلبها والفلوس جننتها، بس كل ده ليه؟ ليه يا زينب؟ يا حرام عليكي، حرام عليكي، حرام عليكي. انا ما عملتش حاجه، والله العظيم ما عملت حاجه. اطلعي بره، مش عايزه اشوف وشك. اطلعي بره، طلعي بره. حاضر مش عايزه اشوف وشها. هتطلع بره. مش قادره، مش قادره اشوف وشها. اطلعي بره، اطلعي بره. هدي اعصابك بس، هدي اعصابك يا نوجه. فين؟ اطلعي بره. كده الله، ايه العبط بتاعك ده؟ والله العظيم ما عملت لها حاجه يا اخلاص. احنا مصدقينك يا زينب. طب ازقها من على السلم ليه يا صلاح؟ ليه يا اخلاص ازقها ليه؟ هدي نفسك، هدي نفسك، ممكن تكون تعبانه ومش عارفه بتقول ايه. صلاح دي بتتهمني اتهام خطير يا صلاح، خطير. بقول لك ايه يا زينب، احنا مش عايزين دوشه، ولادك هيصحوا من النوم. يلا يلا. معقول يا نجوى زينب تعمل كده؟ صدقني يا عمو، مش انت شفتها يا نادر؟ شفتها ولا لا؟ كل اللي تحت شافوها. قول لها عمو يا نادر. هدي نفسك بس انت يا نوجه. هدي نفسي ازاي؟ كانت عايزه تموتني. انا مش ممكن اعيش معاها في بيت واحد ابدا، اكيد اتجننت. لا حول ولا قوه الا بالله. يا نجوى دي زينب دي اصلها يعني. مش معقول، مش معقول الغيره تعمي قلبها للدرجه دي. هي عايزه ايه بس يا ربي؟ عايزه كل حاجه لاولادها، لاولادها هي وبس. صعبان عليها ان انا اخلف. انا مش قادر اتصور ازاي زينب تعمل كده. مسروعه على الفلوس. يا بنتي دي زينب اصلها دي غلبانه. ايوه يا عم، خلاص بقى، هي غلبانه وانا مفتريه، بس برضه مش عايش معاها في بيت واحد ابدا. انا هروح عند بابي، هو يعرف يحميني. سلامتك يا نوجه، هدي اعصابك. هموت. نادر. ايوه يا روحي. بلغ البوليس. البوليس؟ كلام ايه ده يا نجوى؟ ايوه يا عمو، هي كانت عايزه تموتني وانا لازم احمي نفسي منها. طب هدي نفسك بس يا نوجه، هدي نفسك. عايزني استنى لغايه ايه؟ لغايه لما بطني
مالك؟ نادر من فضلك اتصل بالدكتور بتاعي بسرعة. نمرته هتلاقيها في شنطتي في الدولاب. حاضر. هموت الحقوني الهواء. خليه يجي بسرعة عشان هموت يا نادر. بعد الشر عليك يا نوجة، بعد الشر عليك. بسرعة يا ابني بسرعة. حاضر. سليمة ان شاء الله يا نجوى. كانت عايزة تخلص مني يا عمو. يا نجوى دي زينب بتحبك. بتحبني يا عمو، صدقني يا عالم، صدقوني. ما هي اللي شدتني من على السلم. مش عايزة اشوف وشها. مش عايزة اشوف وشها. هداوة. لو نجوى جرالها حاجة يا زينب أنا هحملك المسؤولية. انا ما عملتلهاش حاجه يا نادر. لا، أنت تقصدي إنك توقعيها، أنا شفتك بعينيا. انا الله يسامحك يا نادر. ده جزاء إحسان عليك يا زينب. نادر اسكت أنت يا إخلاص. زينب محدش بيحسن عليها يا اخوي. انتوا بتحسبوا عليا يا نادر؟ أرجوكم امسكوا أعصابكم شوية. طبعا يا سي صلاح، ما هو اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار. أنا كان المفروض أبلغ البوليس. بوليس؟ انت تتكتم خالص. عاوز تبلغ البوليس عني يا نادر؟ أنت مش حاسة باللي أنت عملتيه يا ست هانم؟ انا ما عملتلهاش حاجه يا نادر، وربنا هو اللي شاهد. إن شاء الله ربنا هيخيب ظنك يا زينب، والدكتور هيطمنا. شايفه يا اخلاص؟ شايفه يا اختي؟ اخوك عاوز يبلغ عني البوليس. ده كلام، مجرد كلام يا زينب. الناس برضو أعصابها تعبانة وخايفين على اللي في بطنها. يعني انا يا صلاح اقصد اخويا ازقها من على السلم عشان تقع وتسقط؟ انا يا اخلاص. جرى ايه يا زينب، انت ترجع على كلامه ولا ايه؟ كده يا رشاد، كده يا اخويا تروح وتسيبنا نبهدل بعدك. الدكتور زمانه جاي، وادعي ربنا يا زينب إن نجوى واللي في بطنها ما يكونش جرالهم حاجة. انت تخرب خالص. انت كلمت يا واد انت، يعني هي زينب تقصد تسقط مراتك يا اهبل انت. لا تقصد يا إخلاص، تقصد. يا نجوى شد حيلكم يا بنتي. مفيش فايدة يا عمو، مفيش فايدة. خير ان شاء الله، خير ان شاء الله. أنا حاسة يا عمو، أنا حاسة إن خلاص مفيش فايدة. فين الدكتور يا نادر؟ جاي حالا. عاملة ايه يا نوجة؟ عاملة ايه؟ خلاص يا نادر، خلاص مفيش فايدة. عملتها زينب وخدتني على اخوانا. منك لله يا زينب. مساء الخير. دكتور حمد. أهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا يا دكتور. اهلا بيكي. اللي اتصل بيا ساب لي العنوان ده وقال لي مدام نجوى عايزاك. أصل الحقيقة مدام نجوى وقعت من على السلم. يا ساتر. في تليفون لو سمحتي؟ تحت امرك. اتصلي بالمستشفى يا حنان يمكن نحتاجها. حاضر يا اتفضلي معايا. لما تخلصي المكالمة بسرعة يا حنان حصليني على فوق. حاضر يا دكتور حمدي. هموت يا نادر. بعد الشر عليكي. اموت. سلامتك يا حبيبتي، ألف سلامة عليكي. يا دكتور. في ايه يا مدام نجوى؟ اموت يا دكتور. أرجوك يا دكتور. من فضلكم مش عايز حد في الأوضة. يلا يا صلاح. يلا يا نادر. لا يا بابا، أنا هستنى جنب نجوى. اسمع الكلام يا نادر عشان خاطري. الحقوني، الحقني يا دكتور، الحقني. يا رب
تعملهاش حاجه. صدق. وحيد الله وحيد الله يا زينب. لا اله الا الله. اللي حصل حصل. ادعي ربنا انه يلطف بينا يا رب. يا ريتني ما طلبت الدواء، ما كانش حصل من ده ابدا حاجه. انما هنقول ايه؟ المكتوب مكتوب. تعال يا نادر تعال، سليمه يعني ان شاء الله. نجوى يا بابا، نجوى هتموت يا بابا. فعل الله ولا فعلك. دكتور فوق وهيطمنا كمان شويه. انا قلبي حاسس ان مفيش حاجه ابدا ان شاء الله. حد يا اولاد يتصل بالدكتور رمزي. الله، ونكلم رمزي بس في نصاص الليالي ليه يا بابا؟ هو مش دكتور يا بنتي؟ يعني هو اللي معاه فوق ده مش دكتور؟ معلش يا اخلاص عشان خاطري اتصل برمزي عشان يجي حالا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا ساتر يا رب، مين بيتصل بينا دلوقتي؟ الو. ايوه يا اخلاص. اخلاص؟ ايه؟ ايه في ايه؟ ازاي ده حصل؟ طيب يا اخلاص، انا جاي حالا مسافه السكه. ايه في ايه؟ نجوى وقعت من فوق السن. ايه؟ يظهر حصل حاجه للجنين والدكتور لسه بيكشف. طب الدكتور قال ايه؟ لسه الدكتور جوه. انا هغير هدوم واروح اشوف ايه الحكايه واكلمك من هناك. طيب بس سوق على مهلك ها؟ حاضر. كويس انك جيت يا رمزي. ايه يا دكتور؟ طمني، ايه الاخبار؟ للاسف فقدنا الجنين. لا حول ولا قوة إلا بالله. الوقعة كانت شديدة ومدام نجوى لسه أول حمل لها وحصل نزيف. مات الجنين، مات اللي عشت العمر أحلم بيه. كان نفسي أخده بين دراعاتي، بس للأسف أنت السبب يا زينب، أنت السبب. نادر أرجوكم يا جماعة امسكوا معصبكم، أنا عملت اللازم. يعني ما فيش خطوره يا دكتور؟ لا إن شاء الله الصبح تبقى كويسة، وأنا هسيب معاها الممرضة تبات النهاردة، ولو حصل أي حاجة هتتصل بيا. حنان. نعم. لو حصل أي حاجة اتصلي بيا. حاضر يا دكتور. تصبحوا على خير يا جماعة. حاضر. راح فين يا نادر؟ طلع لمراتي. عملتك دي يا زينب مش هتفوت على خير. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ليه كده بس يا ربي؟ اصعب ما في الموضوع ان مدام نجوى مصممه ان زينب كانت قاصده توقعها عشان تخلص من الجنين. هي قالت كده؟ نادر بيقول انه شاف زينب وهي بتعمل العمله السوداء دي. اكيد اتجننت. بس مدام زينب عن اذنك. على فين يا معظم بيه؟ رايح اطمن على بنتي. واجب برضو. نجوى. ايه اللي حصل يا نجوى؟ تعبانة قوي يا بابا،
مش قادرة اتكلم. نادر يا ابني. ايوه يا عمي. لو سمحت سيبني مع نجوى شويه. حاضر. نجوى لو عوزت اي حاجه انا تحت. ها بعد اذنك يا بنتي شويه. حاضر. ايه التمثيليه اللي عملتيها دي يا نجوى؟